يعني هو انا عشان عايزه اكل اكلة مخلل اقعد بالشهور والاسابيع عشان اكلها؟ طب ايه رأيكم النهاردة هنعمل حفلة مخلل، اشكال والوان وكله في اقل وقت، ممكن يوم ويبقى جاهز وممكن 5 ايام ويبقى جاهز معانا. وكله هنعمل له خلطة هتنفع لكل انواع المخلل، وطبعا مش هقول لكم بسر الصنعة، لكن هقول لكم بخبرة سنين. اول حاجة عندي البصل الصغير اللي هو القورمة ده، انا اول لما بلاقيه في السوق دماغي بتروح لحاجتين، يا مخلل يا طاجن لحمة بالبصل القورمة. النهاردة هنعمله مخلل. بجيبه وبعدين بغطيه بمية سخنة، تبقى سخنة جدا، وبسيبه كده ساعتين او 3 لغاية اما المية تبرد. ببدأ على طول في الخلطة. هنا عندي راس من الثوم، وبعد كده بضيف عليها فلفل حامي وفلفل رومي وفلفل احمر، وبعد كده بضيف عليه جزر شرايح. كمية الخلطة على حسب كمية المخلل اللي احنا هنعملها. هنا انا هعمل كذا نوع فعاملة كمية شوية. وبعد كده هضربهم في الكبة. ناخد بالنا احنا بنضرب ضرب خشن، يعني لازم الخضار يبقى محبحب وباين، يعني ما يبقاش كله ناعم، لا لازم يبقى باين زي ما انتوا شايفين. هبدأ في حاجة كده غويطة، ابدأ ان انا اضيف الخلطة بتاعتي، وبعد كده بضيف عليها ليمون شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين عشان ما يبانش قوي في المخلل. وبعد كده بضيف حبة البركة، لو مش حابين بتستبعدوها، بس فعلا حبة البركة مفيدة جدا وكمان بتديني طعم حلو. وبعد كده بعد ما المية بردت تماما من البصل وتأكدت اللي هي بردت، ببدأ اللي انا هتلاقوه كده البصل اتقشر معانا بكل سهولة، مش هياخد وقت خالص. لكن بعد ما نقشره ونغسله ونصفيه كويس جدا عشان ما نلاقيش المية بتاعت المخلل لونها غير او فيها تراب، لازم يتغسل تاني ويتصفى. هخلص الكمية كلها بالشكل ده، وبعد كده هبدأ في البرطمانات. بضيف الاول كمية من الخلطة، وبعد كده برص البصل، وبعد كده بغطي البرطمان برضو بالخلطة. لكن ناخد بالنا لازم البرطمان يكون متعقم دقيقة في الميكروويف، لو ما فيش ميكروويف هندخله الفرن عادي، بس لازم يكون متعقم عشان طبعا يعني يخلي الخيار والفلفل والمخلل عامة يقعد معانا وقت. في المخلل التاني انا خللت الفلفل، ما لقيتش الصغير، خللت الفلفل العادي الحامي، وبرضو بضيف عليه الخلطة. نيجي بقى لأهم خطوة، المية بنقيسها ازاي؟ لكل لتر من المية ربع كوباية من الملح، ده القياس بتاع المخلل عامة. ولو عايزة اسرع شوية بضيف له معلقة من الخل. خلصت الفلفل، وكمان طبعا هضيف للبصل المية بتاعته، واتفقنا ممكن نحط لها نقطة خل بس مش اكتر من كده عشان طبعا البصل ما يتهراش معايا او المخلل عامة. للجزر، طبعا الجزر انا بقطعه بالسكينة دي، هي موجودة في اي ادوات منزلية، بس بقطعه صغير عشان ما ياخدش وقت. لو عايزين نسرع شوية ممكن نحط له مية سخنة، انا ما بحبوش يتسرع، انا بحبه ياخد وقته. ايه، هحط له مية باردة عادي، هياخد حوالي 5 ايام 6 ايام، مش اكتر من كده. بس انا بستخدم البرطمانات الصغيرة فما بتاخدش وقت. لكن لو عايزين اي حاجة بسرعة بنحط لها مية سخنة. هنا خلصت الجزر وخلصت الفلفل، اتبقى طبعا والبصل، اتبقى معايا شوية خلطة ضفت عليهم زي ما انتوا شايفين شوية بصل كانوا باقيين، وكمان فلفل، وقطعت جزر، وقطعت خيار، وكمان عندي ليمون، بس الليمون سلقته، يعني الليمون عطيته غلوة كده بره، وبعد كده بفتحه وببدأ اللي انا احط له الحشوة بتاعته زي ما انتوا شايفين. وهجيب برضو برطمان يكون نظيف ومتعقم، وهبدأ اللي انا اضيف طبعا المخلل المشكل ده. ده انا عايزة استخدمه تاني يوم، يعني مش عايزاه يقعد. بعمل ايه؟ بجيب مية بتغلي جدا، وطبعا بضيف لها لكل لتر بضيف ربع كوباية من الملح، وكمان مثلا نقوله معلقتين كبار من الخل، وبغطيها وباكله تاني يوم. بيبقى حلو جدا وما بياخدش وقت خالص. لكن الليمون نخلي بالنا يكون مسلوق. بسيبهم كده، وبعد كده تعالوا اوريكم بقى. بصوا هنا الجزر كان فايت عليه 5 ايام، خرافة خرافة، مقرمش جدا وطري كده وطعمه حلو جدا. انا هنا الجزر كان 5 ايام مش اكتر من كده، وكان معايا مظبوط جدا وحلو. وكمان الفلفل معروف ما بياخدش وقت اساسا، والبصل حلو جدا جدا جدا. المخلل المشكل ده انا تاني يوم اكلته، جربوه بالطريقة دي فعلا هتعجبكم جدا. وهنا خلصت، باي باي.